موضوعنا اليوم عن الكازينو، اللغز اللي ما في حدا فاهمه بالأردن، اللغز اللي لو كان في فوازير رمضان كان ما حدا ربح ولا جائزة. رمضان معنا أزكى برعاية كازينو يا فرحة ما تمت. صحيح أن الحكومة التي كنت أرأسها عام 2007 هي التي أقرت اتفاقية الكازينو، إلا أنها نفس الحكومة أيضا التي قامت بوقف العمل بالاتفاقية. نفس الحكومة أقرت اتفاقية الكازينو ونفس الحكومة لغت اتفاقية الكازينو. يعني هون حفرنا وهون طمرنا، وعلى رأي المثل اللي حرته الجمل دبكوا. فور تكليفي برئاسة الحكومة الحالية أعلنت بأنني سأحيل الملف إلى الجهات المختصة، وفي الأيام الأولى لتشكيلها قمت بإحالة ملف الكازينو إلى هيئة مكافحة الفساد. أول ما استلم رئاسة الحكومة قال لهم هاتوا لي ملف الكازينو، وأخذوه وسلموا لمكافحة الفساد. يعني أنت ما كان معك خبر بال2007؟ أرجو أن أوضح الحقائق التالية من حيث مسار الأمور وحيثياتها. أولا، خلال فترة رئاستي السابقة للحكومة وفي العام 2007 تم بحث موضوع إنشاء مشروع سياحي استثماري في منطقة البحر الميت يتضمن من بين المنشآت وإقامة كازينو، وتبين أن لهذا المشروع جدوى اقتصادية جيدة. أما من الناحية القانونية فقد كان هناك رأيان. الأول يقول بأن المشروع تعليمات ترخيص الكازينو غير قانونية، أما الثاني فيرى أن قانون السياحة هو المرجع في ذلك، وأن المجلس الوطني للسياحة يملك أن يضيف الكازينو كمهنة سياحية إلى جانب المهن السياحية الأخرى. يعني كان في رأيين، الأول إنه لا يجوز، طب كان سكرتوا على الموضوع من وقتها. الثاني إنه سلم الموضوع لوزارة السياحة، يعني أعطي الخبز لخبازه وبعدين إحنا بنشوف شغلنا مع الدباز، قصدي الخباز. قدم معالي وزير السياحة مسودة الاتفاقية وقد تسمت بعرضها على مجلس الوزراء بعد أن أبدى معالي وزير الدولة للشؤون القانونية بأن إنشاء الكازينو يتفق أحكام القانون طالما أن المجلس الوطني للسياحة قرر اعتبار الكازينو من المهن السياحية. أيوة، يعني وزير السياحة شرح الفكرة ورئيس الوزراء نسب بالموافقة. يعني لحد الآن كل شيء قانوني. الوزير حكى له معلمي كل شيء قانوني، رئيس الوزراء قال له طالما كل شيء قانوني اخبز لنا أيها الخباز، اخبز وأنا معك. تمت دراسة الوثائق والأوراق المتعلقة بهذا الموضوع في المجلس المصغر، ووافق على مسودة الاتفاقية وتفويض الوزير المختص بتوقيع الاتفاقية مع المستثمر. يعني هذا المجلس المصغر اجتمعوا وفكروا ووافقوا على مسودة الاتفاق وفوضوا الوزير انه يوقع. بعد ذلك تم عرض قرار المجلس المصغر على مجلس الوزراء وجرى التوقيع عليه حسب الثابت من اوراق الملف. يا سلام، ما احلى تسلسل هالقصة. المجلس المصغر وافق ومجلس الوزراء وافق وكلهم وقعوا، والكل كان مبسوط والكل كان فرحان وعم السرور في ارجاء الوزارات كلها وكله كان تمام، وبعدين روحوا على البيت مبسوطين. ولا بد هنا من التوضيح بأن القاعدة مستقرة والعرف قد جرى في اجتماعات مجلس الوزراء منذ سنوات طويلة، وكما هو معلوم للسادة الوزراء السابقين والحاليين أن يتم الاجتماع على مرحلتين، حيث ينعقد مجلس مصغر من غالبية الوزراء والوزير الذي له موضوع أمام مجلس الوزراء، وذلك قبل ساعة أو أكثر من انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء. وفي المجلس المصغر يدير الجلسة الوزير الأقدم بحسب التسلسل، والذي بدوره يشرح الموضوع لباقي الزملاء في المجلس المكبر، وأحيانا تجري مناقشة ما اتخذه المجلس في المصغر، وفي الغالب تتم الموافقة والتوقيع، ولا يعد هذا أبدا تفويضا من رئيس الوزراء لصلاحياته بالمفهوم الدستوري. حدا فهم إشي؟ أنت فهمت إشي؟ كأنه والعلم عند الله إنه بيجتمعوا أول اجتماع مصغر وبعديه بساعة بيعودوا بيجوا بقية الشلة مع البيج بوس وبيعملوا اجتماع مكبر، وهيك أي إشي صار في الاجتماع المصغر البيج بوس ما إلوش دخل فيه، كأنه هذا الأولاني كان بروفا. طب هلأ هو لما إجا بعد ساعة وافق ولا ما وافق؟ ووفقا لأحكام الدستور
يعد القرار دستوريا وملزما ونافذا بتوقيعه من رئيس الوزراء والوزراء. من هنا يتبين أن كافة الإجراءات على مستوى مجلس الوزراء قد تمت مراعاتها حسب الأصول الدستورية، وليس فيها ما يشكل إخلالا بواجبات الوظيفة أو إساءة استعمال السلطة. هون معاليه بيقول لك إنه مجلس الوزراء ما عمل ولا إشي غلط، وكل إشي تم قانوني في قانوني حسب كتاب الطبخ الدستوري، وكانت في جميع العناصر والفيتامينات اللازمة لنمو طفلك سيدتي وصحتين وعافية. وبعد توقيع الاتفاقية ونظرا لما أثير من آراء عرضتها، فقد قررت وقف العمل بهذه الاتفاقية، وذلك في 6/11/2007. وبعد تشكيل الحكومة الحالية قمت خلال الأيام الأولى بإحالة هذا الملف إلى هيئة مكافحة الفساد ولاحقا إلى مجلسكم الموقر. بقول لك بعد ما أدير من آراء عارضتها قرر الرفض بالعمل بالاتفاقية، وأول ما شكل حكومة، يعني هو كان طول هاي الفترة مستني إنه بدي أشكل حكومة بس عشان أجي أخذ الملف أوديه على مكافحة الفساد. طب مش أنت حكيت قبل بشوي إنه الجماعة كانوا ماشيين في كل إشي قانوني؟ خلونا نرجع نشوفها كمان مرة هاي العبارة. أن كافة الإجراءات على مستوى مجلس الوزراء قد تمت مراعاتها حسب الأصول الدستورية، وليس فيها ما يشكل إخلالا بواجبات الوظيفة أو إساءة استعمال السلطة. طب ليش حولها للفساد؟ وأخيرا أقول لكم بكل أمانة وصدق، من يعتقد أن في جيبي مليم واحد من مال الدولة غير راتبي، أنا على استعداد لأن أخضع لمحاسبته. في حدا اليوم بيحمل ملاليم؟ شباب حدا معه ملاليم؟ وين الملاليم؟ وين الملاليم؟ وين؟ مين؟ أول مرة بعرف إنه الوزراء بيتعاملوا بالملاليم، عشان هيك اقتصادنا بتخوزق من الملاليم. ومن يعتقد أنني عملت في الظلام أو من أجل مصلحة خاصة أو لحساب أحد كائنا من كان، فأنا أيضا على استعداد لأن أخضع لحكمه. عملت في الظلام؟ ليش حدا بيسترجي يقطع عنك الكهرباء؟ ولا دوامك ليلي مثلا؟ على كل حال بعد ما دولته حكى كل إشي عنده، بلشوا النواب يصوتوا، إشي صوت مع، إشي صوت ضد، إشي أيده وإشي ما أيده. من أبرز النواب اللي كانوا ضد البخيت النائب خالد الحياري، اللي أجا عشان يصوت رغم إنه في حية قرصته في أصبع رجله. ليش جاي سعادتك؟ ما أنت قرصتك حية وأنت تعبان، ليش تيجي؟ جيت عشان قضية الكذب. اليوم بدي أحاول أوديها على اللجنة، أحولها على اللجنة القانونية. حطوا لي موضوع الكازينو على جهة. بدي أفهم عطوفتك، شو جاب الحية لأصبع رجلك؟ يعني شفت حية وعملت لها كت 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 بأصبع رجلك ولا كيف؟ الحمد لله إنك ما شفت تمساح. الحمد لله على السلامة. هسه لازم نزكي مليون على الله. بكرة بتعلن إعلان كامل، أعلن لأهالي البلقاء. مين؟ وهذا أنت؟ لا، مين؟ 1000 واحد للمحتاجين إرساله مع العمرة بطيارة VIP. 1000 واحد وVIP كمان؟ يعني عشان أصبع رجله بدك إياه يزكي ب1,000,000 دينار. منيح ما لا سمح الله راحت رجله، كان بضلش حدا بالأردن، كلهم بيطلعوا عمره. خرجت اللجنة باتهام رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير السياحة أسامة الدباس، أدين الوزير وبرئ الرئيس. طلع رئيس الوزراء براءة وحطوا الحق على الخباز، والنواب دقوا ببعض. في بعض بحبوا بعض. احنا بنحترم بعضنا، احنا ديمقراطيين بنحب نختلف بالرأي. في بعض بسبوا على بعض. وبعد ما هدأت العاصفة في بعض النواب اكتشفوا انهم ما كانوا عارفين هم على ايش بصوتوا اساسا. واحنا صوتنا بحسن نية على الوزارة كاملة، لم نعلم انه يتم تصويت لوزراء اخرين. معلوم، ما هو في نواب بيكونوا مركزين، في نواب بيكونوا ملتيين ياكلوا بزل. وفي نواب حسوا انه في لعبة في الموضوع. نحن نعلم هنالك تمت اتصالات وهنالك تمت صفقات مع اخوان احساد النواب واشارات الهمس واللمس، صفقات داخلية وهمس ولمس. شعيب. وبعد اللي صار طلع اسم جديد لمجلس النواب. انا اعلن تقديم استقالتي لانه هذا مجلس كازينو
كازينو 111 111 بذكرني بفيلم أمريكي اسمه أوشن 11. هذا الفيلم بيحكي عن قصة سرقة كازينو في لاس فيغاس، وعشان الشعب يفهم شو صار في قضية كازينو البحر الميت قرر مخرج فيلم أوشن 11 انه يصور فيلم اسمه كازينو 111 واللي بتدور أحداثه عن كازينو البحر الميت. وراح يقوم بدور البخيت مستر بيرنز، وراح يقوم بدور أسامة الدباس أيمن زيدان. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، مع أنه ما ظنيت يسمحوا للفيلم أنه ينعرض عندنا هون، كونه إحنا الديمقراطية عندنا محدودة.